بعض الناس يقولون عنه فلتة من فلتات الزمان، يستانس. يقول لك هذا والله ما شاء الله يتكلم، فاهم في كل شيء، في السياسة والاقتصاد وكل الشؤون الاجتماعية، وكل ما تسأله سؤال تبارك الله يعني عنده الجواب جاهز. لكن مش شرط انه يكون جوابه صح، مش شرط انه يكون هذا الانسان هو يمكن عنده اسلوب انه حلو طرحه وجميل وسولفتي في المجالس، لكن ما يعرف ان هذا مسؤولية كبيرة، وان الانسان دائما يحفظ لسانه، واذا بيتكلم يتكلم معلومة نابعة ومن مصادر موثوقة في الدولة اللي هو فيها او في المكان اللي هو فيه او حتى من التاريخ، ان تكون معلومة لها السند. فدائما الانسان يتعلم، ما في حد كامل. انا تنصح نفسي وانصحكم. وبهذا الخصوص يعني قريت تغريدة للشاعر والأديب والفيلسوف أخوي صديقي محمد مبارك، يقول: في عصر الجميع فيه يفتي، والكل يدري بدلوه، وكل واحد يعتقد أن فلتة زمانه ومكانه هو العالم الملم بكل شيء، وصاحب الدراية والعارف الذي كشفت له الحجب، والفقيه في كل شيء حتى في القضايا الخطرة التي تمس مصائر الناس، ويفترض فيها العقلانية والإحساس العالي بالمسؤولية. فلما تجد من يقول لا أعلم، ومن قال لا أعلم فقد أفتى، والكيس من دان نفسه. إنسان يحذر لسانه إيمانه. لسانك لا تقول كلام أنت مش واعي عنه ولا عارف عنه، بس مجرد سوالف، ويدك لا تعيد إرسال مقاطع وأنت ما تعرف وش فيها، يمكن حمالة أوجه، ويمكن يعني تضر مجتمعك وتضر محيطك وأسرتك وتضر نفسك. الله يحفظكم ويوفقكم جميع. انتبهوا من السوشيال ميديا، مش كل شيء تشوفه ترسله، ولا كل شيء تسمعه تقوله. دائما ثقل زين.